لازم نخلي حل جشع اسعار البيض. البيض وصل سعره بالاسواق حتى 3000. وللمعلومة انه البيض هو كله محلي، فاريدكم تسمعون هاي السالفة. سنة من السنين في دولة الارجنتين ايضا التجار استغلوا الفرصة والوضع اللي هم به وصعدوا اسعار البيض. فالشعب شنو سوى؟ قاطعاهم مقاطعة تامة وما اشترى البيض نهائيا، فانجبروا التجار على ان يرجعون سعر البيض مثل ما كان سابقا. بس الناس ظلوا مقاطعينه حتى يعاقبونهم على جشعهم واستغلالهم للناس. فالتجار شنو سووا؟ رجعوا البيض باعوه باسعار بخسة، ايضا الناس ما اشتروا، لحد ما سووه بمراحل يبيعون البيض مثل ما نقول بفلس، ايضا ما اشتروا، لحد ما بيضهم كله خربوا وذبوه وخسروا خسائر فادحة. والشعب اشترطوا على التجار، قالوا لهم ما نشتري البيض من عندكم الا بعدة شروط. والشروط هي ان تطلعون امام الناس وتحتذرون من الشعب الارجنتيني، وشغله ثانية انه البيض ترجعونه مثل ما كان وما تصعدونه نهائيا وما تستغلون ظروف البلد. فالعبرة والربط من سالفتنا انه نسوي مثل ما سووا الارجنتين ونخلي عبرة وحد الجشع التجار.